اليوم بيكون صار لي 19 يوم بالامارات، ومثل ما شفتوا البيت عم يكتمل شوي شوي، واليوم قررت اطلع من البيت وشوف كم شغله جديده للغرفه. منيح انه المكان مو كتير بعيد، ووصلنا على الشارع الرئيسي بسرعه. بهالشارع من اولته لاخرته في محلات مشكله ملونه، من محلات البسه، بواط ونظارات، من الاخر في كل شيء. لقيت هالمحل عنده شحاطات مرتبه، ففتت لألقي نظره على السريع. رحت على قسم الشحاطات ويا سلام، كان في قطع مرتبه وانيقه، مع انه السعر كان شوي غالي بس خليتهم ببالي. بعدين وانا ماشي لقيت محل اوتلت كبير، فقلت لنشوف شو وضعه، وما شاء الله حجمه كان كبير كتير، وباين انه حيكون في تشكيله وازنه. وانا عم طلع بين هالكنزات طلع لي قطع ماركات معروفه، مع اني شخصيا ما بحب استعرض ماركات على لبسي، بس والله في قطع حلوه للي بيحب هالشغلات. وكمان كان في تشكيله بواط لا نهائيه. بعدين واخيرا وصلنا على المحل، رحت على قسم الصمديات. والله كان في تشكيله حلوه كتير، من احصنه بعده الوان لوضعيات يوغا، لك حتى كان في قسم انتيكا، وفيه بسكليته حلوه وشغاله كمان اذا حبيت تروح لك شي مشوار. وبعدها وصلت على المكان اللي جاي مشانه بالاصل، قسم النباتات. يا اخي انا روح قلبي الطبيعه، فكان ضروري اجيب كم شغله لغرفتي. كان في كتير انواع نباتات صغيره، لقيت هي وعجبتني كتير. كمان عجبتني هالشجره الصغرونه بونساي اسمها حسب ما بتذكر، فاخذتها كمان. وقبل ما اطلع من قسم النباتات لقيت هالشجره، وكان فيها تفاح كيوت لونه بجنن، فما تحملت ما اخذها. بس المشكله انه طلع ناقصها واحد من الجذوع تبعها، فرحت مكان مو موجوده وقعدت ادور فيهم للقيت وحده اصليه، فاخذتهم ورحت على قسم الديكورات. كان في مرايا ديكور شي كتير انيق، وبظن يزبط هيك شي عندي بالغرفه، بس قلت قبل ما اتسرع واخذهم خلينا نفكر فيهم. وانا طالع على الطابق الثاني لقيت انه في قسم نباتات طبيعيه. ما حسنت ما اوقف وشوف شو في، ما كان في تشكيله كبيره، والنباتات هي بشوفها بكل مكان برحله. بس وانا عم دور لقيت وحده ورا مخبايه لفتت انتباهي كتير. طلعت على السريع وسبحان الخالق الورق تبعها بجنن، تقول مرسومه رسم. بدون تفكير قلت رح اخذها، وتركت شجره البونساي بدالها. وبعدها طلعت على الطابق الثاني لشوف شو حيكون فيه، وطلع كله البسه. فقعدت ادور على كنزات بما انه لازمني، وما طولت كتير للقيت طلبي على السريع. الله وكيلك ضحكت لما شفت هالكنزه وعجبتني كتير، فاخذت وحده. وكمان لقيت وحده كتير تصميمها والوانها راقيه، فاخذت منها لونين. اخر شي مريت على قسم الكاسات بما انه حظي حلو اليوم، وفعلا ما طولت للقيت وحده لونها كتير حلو، مسكتها مريحه ومو كتير ثقيله. بس المشكله انه 3/4 فيهم عيوب، شي رايح لونهم وشي مضروب. بس بعد ما نكدت الدنيا حصلت وحده ما فيها ولا عيب، رجعت كل شي كركبته ورحت على الحساب فورا. بس بطريقي لقيت هالفازه اللي إلها لونين كتير عجبتني، فقلت بركي بتصير للزرعه اللي جبتها، فاخذت اللون الابيض مع الاصفر ورحت على الحساب فورا قبل ما افلس حالي على الاخير. اخذت الغراض ويلا على البيت. انسلقت سلق بالرجعه، فبوشي على الدوش وعلى التخت مباشر. فما تنسوا تساووا فولو لانه الفيديو الجاي حيكون احلى بكتير.